مختلفة. مجموعة من الشباب حولوا مقلب قمامة إلى منتدى ثقافي واجتماعي وفني، ده في منطقة الهرم أسفل الكوبري الدائري. شوف بقى لما تحول القبح إلى منتدى ثقافي وفني. خدت المكان ده عبارة عن خرابة كانت بتركن فيه عربيات الزبالة، كان مستنقع. حبيت أعمل ملتقى ثقافي تتجمع فيه كل الناس اللي في العشوائيات اللي مش لاقيين مكان يروحوا يتجمعوا فيه. أي حد بيحب يعمل أي حاجة بيجي تحت الدائري، أي حد بيسرق أي عربية بيقابل تحت الدائري، أي حد بيبقى ماشي في حاله بيلاقي حرامية طلعت عليه وبلطجية عشان تثبته برضو تحت الدائري. لما نورنا المكان ربنا كرم والموضوع ده خف كتير. المكان هنا عبارة عن ملتقى ثقافي تعبت فيه جدا عشان احوله من منطقة عشوائية ومزبلة يعني بذرة صغيرة نبتدي بيها. مكان عبارة عن قعدة عربي، يعني هيكون فيه ان شاء الله بإذن الله مرسم، يكون فيه مسرح، يكون فيه فن أصيل، الفن اللي احنا نفسنا نرجع، فن بتاع زمان اللي نفسنا يرجع تاني. أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة. إن الشعور بالكرامة يجعل من العمر الطويل عذابا أليما. المكان فكرته هايلة طبعا، إن بتعمل منتدى ثقافي وفني في مكان زي ده، يعني كان سيء للغاية، فبدأ يتعمل ويتعمر. فاحنا يعني من فرحتنا وإيماننا بالفكرة احنا بادئين نجهز لعرض مسرحي اسمه حواديت، إخراج الأستاذ أحمد راسم. بادئين بنشتغل فيه علشان يكون أول حاجة بتتعرض في المكان ده، لأن احنا محتاجين مكان زي ده في كل حتة في مصر. يعني محتاجين مكان يجمع الناس في فن، في ثقافة. احنا لو بنحاول نواجه إرهاب فما فيش حاجة تواجه إرهاب أكتر من مكان زي كده. احنا في مواهب كتير جدا، ساعات كتير قوي بتموت بسبب ان مفيش مكان يحتضنها. المكان ما يبقى مجهز بالشكل ده ومكان يلم المواهب ويقدروا يشتغلوا فيه، اكيد هيكون فرصة كبيرة جدا ليهم ويبقى الاقبال عليه هي. من ذا الذي يحتمل هذا كله؟ وفي وسعه إن شاء أن يقضي عليه بطعنة خنجر، لولا أننا نهاب مما بعد الموت. هنا بنحاول نعمل مزيكا مختلفة، نعمل مسرح مختلف. بحاول يعني أبدأ إن أنا أجيب رجل الشارع العادي، المواطن العادي، يتفرج مجانا على الأعمال اللي احنا بنعملها هنا. وعي ثقافي، مكان برضو لما تنزل الناس تتفرج على مزيكا كويسة، مسرح محترم، ونثقف الناس أكتر ونوعيهم أكتر بدل ما يروحوا لمنطقة تانية ممكن تبوظ عقلهم. فاحنا بنحاول نجيب الناس دي القعده. لقينا الشباب بتروق في المكان وبترفع القمامه والزباله من هنا، حطينا ايدينا معاهم وساعدناهم. بسم الله ما شاء الله المكان جميل، وان شاء الله نتمنى ان كل مصر تبقى فيها مكان زي ده، مكان ملتقى ثقافي وفني جيد جدا. حضراتكم ما تعرفوش المنطقه كان شكلها عامل ازاي قبل كده، زباله ومرتع للخارجين على القانون. بجد بجد انا مبسوط ان في منطقتي في مكان زي ده، وفخور جدا جدا بيه. اتمنى ان الفكره تتعمم في كل المحافظات، وفعلا ده المكان ده كويس حتى الشباب يلاقوا ثقافه وفن بعيد عن الافكار الجاهليه والافكار المتطرفه والارهاب وحاجات كتيره قوي قوي قوي. وكم من افعال مجيده عظيمه ضلت طريقها ولم توضع موضع التنفيذ بسبب مثل هذه الاعتبارات. ننسى بقى الشعارات وابدأ بنفسك. في شباب تانية نفسها تفتح حاجات كتير، وكان نفسي ان هي تكون بذرة من محافظة الجيزة، وبعد كده نعممها على مستوى مصر كلها، من أسوان ومطروح وكفر الشيخ وكل أي مكان فيه محاور ودائري. لو كل شاب دفع جنيه في كام باكية تحت الدائري وتحت المحاور وهيشغلوا الناس، والدولة هيبقى في إيراد ليها.
احنا عايزين حد يساعد معانا وياخد بايدينا في المكان ده، وفي اول ملتقى ثقافي في محافظه الجيزه. دي أفكار نتمنى أن نسلط عليها الضوء وتنتشر ليحول مقلب زبالة إلى منتدى ثقافي وفني. عندنا في حملات شبابية هنسلط عليها